كشف المحامي حسين العنقري عن العقوبة المتوقعة بحق منفذي مقلب السيارة والفتاة في المملكة. وأكد العنقري أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على عقوبة السجن لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، وهي العقوبة التي سيتم تطبيقها على المنفذين لارتكابهم جريمة متعددة في قالب واحد، حيث انتهكوا القيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة. انتشرت حلقة مقلب السوداني في السعودية على نطاق واسع منذ أن تم نشر الحلقة على قناة عبد الرحمن أبو حباية على يوتيوب. خرج الرجل السوداني من صمته ليؤكد أنه تم نشر الحلقة بدون إذنه، وطلب الرجل السوداني الجهات المختصة بالمملكة بالوقوف إلى جانبه والقبض على صاحب القناة بعد طلاقه من زوجته وخسارة أبنائه. وقد تسبب مقلب العامل السوداني والفتى الذي قام به اليوتيوبر السعودي عبد الرحمن أبو حباية في تدمير حياة عائلة سودانية بأكملها. على الرغم من اعتذار عبد الرحمن أبو حباية على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تسبب المقلب في تدمير حياة عائلة سودانية بأكملها، حيث قامت زوجة العامل السوداني حسب كلامه بترك المنزل وطلب الطلاق بعد مشاهدة المقلب. وأصبح الأمر موضوعا للتحقيق الرسمي من قبل السلطات السعودية، وهناك أنباء عن القبض على عبد الرحمن للتحقيق معه. وبدأ صديق أبو حباية في التحرش بالسوداني وتغير نبرة الصوت إلى بنت، وذلك بهدف عمل مقلب داخل السيارة بهدف جمع المشاهدات بدون مراعاة شعور أهل الضحية، ومثل إساءة للنساء ولفتيات المملكة. عبد الرحمن أبو حباية من أشهر يوتيوبر يقدم مقالب في السعودية، حيث يقوم بتصوير مقالب مسجلة في سيارته والتي يوهم الضحية أنه سائق ونشرها على قناته على اليوتيوب. يحظى عبد الرحمن بشعبية كبيرة بين الجمهور السعودي والعربي، حيث يتابعه ملايين المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد هذا الحادث خرج اليوتيوبر السعودي ونشر فيديو للرد على الإشاعات، وقال أنه أخذ الحيط والحذر عند تصوير مثل هذه المقالب، وقام بحذف المشاهد التي قد تمس بالكرامة والخصوصية والحقوق الأساسية للأشخاص.